المعجنات يا جماعة مفيش أسهل وأحسن من المعجنات. النهاردة بقى هنعمل طريقة معجنات خطيرة جدا وطعمها مميز وروعة ما شاء الله. أول حاجة عندي طبق بنزل فيه كوبايتين مية دافية، وبحط فيهم كمان 2 باكت من الخميرة ما شاء الله. دي أول خطوة معايا زي ما حضراتكم شايفين، اللهم بارك. دي كده نزلت انا ب2 باكت معايا علشان انا هعمل كيلو دقيق. الكيلو بياخد 2 باكت يا جماعة ما شاء الله. دي وبحط كمان عندي معلقتين من السكر، اللهم بارك، مقدار معلقتين كبار من السكر. ادوب كل كده مع بعض. وهنا بقى الخطوة المهمة جدا، انا عايزة بقى اعمل عندي خميرة طبيعية. ازاي؟ بحط عندي كوباية من الدقيق واسيبها تخمر معايا على جنب، الكوباية بالخميرة معايا ما شاء الله. وهنا بقى معايا احلى محسن طبيعي للمعجنات، بيخلي بقى المعجنات هشة وطرية معاكي وطبقات مميزة جدا، اللهم بارك. بنزل بقى عندي على الخميرة كيلو دقيق، عليه رشة من الملح، واعجن العجينة معايا الاول كده ما شاء الله. بروح بقى نازلة عندي بكوباية الا ربع من الزيت ما شاء الله. ادي لو احتاجت زيت كمان انا احتاجت معايا حطيت معلقة كبيرة من الزيت يا جماعة، مش محتاجة سوائل ولا لبن ولا مية ولا اي حاجة خالص. العجينة طرية معايا ومميزة جدا ما شاء الله. هنا بقى علشان اعلي تست العجينة كده واخلي ريحتها روعة، بروح حاطة عندي رشة كده من الفانيليا السايلة، بتودي بقى العجينة لحتة تانية خالص، اللهم بارك. اعجن بقى لمدة كده 5 دقايق او 7 دقايق معايا لما العجينة تتظبط كويس جدا معاكي ما شاء الله. اروح بقى احطها عندي في الطبق مع رشة من الزيت كده، واغطي عليها عندي بستريتش واسيبها تخمر معايا على الرخامة. الخطوة اللي بعد كده بجيب طاسة سخنة، بحط فيها زيت ومعلقة صغيرة من الكركم وكمان معلقة صغيرة من القرفة، واشوح فيهم 100 جرام من اللحمة المفرومة. اسيبها بقى تتشوح كده معايا شوية، وبعد كده بنزل عندي ببصلتين مقطعاهم صغير زي ما حضراتكم كده شايفين، وكمان حبيتين طماطم وقرن فلفل اخضر، اللهم بارك. اسيبهم بقى كلهم يتشوحوا، بس الاول بنزل بخطوة البهارات، شوية كده من الفلفل الاسمر والكمون ما شاء الله، وشوية من الملح، واسيبها تتشوح معايا كويس جدا والعصاج يستوي تمام. بعد كده بسيبه عندي يبرد، واروح هنا بقى للعجينة مطلعة الهوا فيها وافردها كويس جدا معايا كده بالنشابة على كيس تلاجة، اللهم بارك. هنا بقى انا فردت عندي العجينة كويس جدا ما شاء الله. طول ما انا بفرد يا جماعة العجينة ايدي مدهونة بزيت علشان تتفرد معاكي بسرعة جدا. على اللحمة المفرومة حطيت خليط كده من الجبن ما شاء الله، والم بقى كده اقفل الفطيرة معايا واحطها في الصينية بقى مع رشة كده من الزيت معاكي كده، اللهم بارك، ورشة كمان من السمسم على حبة البركة علشان تعلي التست معاكي وتخلي فطيرة جميلة جدا. الفطيرة استوت معايا، بس انا بقى عايزة ازودها كمان خطوة مميزة، بحط رشة كمان من الجبنة واسيبها لمدة دقيقتين بس الجبنة تسيح معايا في الفرن، واطلعها بقى يا جماعة بتبقى سخنة ورهيبة جدا. واحلى فطيرة بقى تاكلوها بألف هنا وشفا، وعجينة خفيفة جدا وقطنية جدا، اللهم بارك. أتمنى حضراتكم تجربوها، مش تنسوا تكتبوا لي تعليقاتكم على الفيديو، وأتمنى حضراتكم تتابعوني على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.